السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، أنتم على قناة الماستر سعيد الياسميني. معلومات مفيدة، فيديوهات لائقة بالعائلة، ممكن تشوفوها مع وليداتكم مع العائلة ديالكم. الموضوع اليوم، بغيتي الابن ديالك أنه يبقى دائما يعاود لك ويجمع معك ويعاود لك على اش كيوقع ليه في المدرسة، في الشارع، مع الأصدقاء ديالو، في أي لحظة من اللحظات ديال الحياة ديالو، باش تجنب ما يمكن أن يقع لك في المستقبل. تفاجأ بأن ولدك كيتعرض إما للابتزاز، إما للعنف، إما للتنمر، إما العقاب، أو أي شيء من هذا القبيل. جوج ديال السلوكيات تجنبهم في التعامل مع الولد ديالك. أولا، الابن ديالك، هذا الموقف هذا اللي غنقول لك، الابن ديالك إلا جا تيقول لك مثلا راه ضربني صاحبي في المدرسة أو غوت عليا الأستاذ في القسم، فأنت ما تزيدش طينا بالله، وما تسترفعش من منسوب ديال الاحساس ديالو بالغبن والحزن والكآبه والحقره، وتقول ليه مثلا ايوا انت الكسول تستاهل، بحالك انت داكشي اللي خاصو، مالك انت اش كتاكل الى غير ذلك. هنا الولد ديالك سيمتنع مستقبلا لانك رفعتي منسوب الاحساس ديالو بالحزن والالم، وما يبقاش يعاود لانك ما كتوقفش معاه. خاصك توقف بجنبه، تقول لي نمشيو نشوفوا الاداره والمره الجايه دافع على راسك، ما تخليهمش يضربوك الى غير ذلك من هذه الاشياء. الموقف الثاني الان هو ان الابن ديالك كيجي لعندك جايب واحد الانجاز وفرحان به وعجبو الحال وتيقول بانني انا انجزت انجازا كبيرا. تيجي يقول لك بابا ماما عرفتي شنو درت كذا وكذا وكذا، كنحس براسي انا فرحان. كتجي تقول ليه صافي هادشي اللي قديتي دير هكا وباقي كدير هادشي، آه، كاينين الناس دايرين اكثر منك. هنا الولد ديالك كيحس بالاحباط وبان المشكل كبار منه، ما انه ما يستطيعش يدير انجازات اخرى من الاخرى. بالتالي يبقى دائما هو تيقول بان فيما نجي عند بابا ولا عند ماما غادي نقول ليه شنو درت شنو درت، دائما بابا سقف التوقعات ديالو، ماما سقف التوقعات ديالها مني اكبر مما يتصورون، وانا هذا هو جهدي، وتيحبس وما تيعاودش يقول لكم. هادو السلوكيات تجنبوا مع وليداتكم، وان شاء الله غتبقاو دائما حالة فضفضه ولقاء جميل مع الوليدات ديالكم. كنت مع المستر سعيد ياسميني، تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.